على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أهلنا بالجديد الثورة، الحضور الكريم، إخوان من جميع الجهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم الخليفة الشيخ أحمد خليفة والدنا الشيخ لفظ الله طيب الله ثراه، نتقدم لكم بأسماء آيات الشكر والعرفان على تكبدكم المشاق وحضوركم لهذا المكان وفي هذه الليلة المباركة العظيمة، إحياء لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصادفت ليلة الجمعة الليلة القراء واليوم الأزهر، فنحمد الله على ذلك. بادئا ذي بدء، معنا شيخنا الشيخ السماني، الشيخ سعد الدين الشيخ السماني الشيخ برير. وعندما نذكر الشيخ برير يبدر علينا التواضع والتجرد في أهل التصوف، لأن الشيخ برير دخل بباب الذل والانكسار، وهذا باب قليل داخله كالشيخ محمد بدر وكغيرهم من الأولياء، نفعنا الله بهم. كما قال سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني: طرقت كل الأبواب مزدحمة إلا باب الذل والانكسار. في هذه السانحة وفي هذا المجال يطوف بنا شيخ السماني إن شاء الله في السيرة النبوية، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو في إثبات الكرامة، أو في غيرها. ونحن نخص حتى أخواتنا وأمهاتنا التي يعني بجانبنا، لأن الإسلام لم يجعل للرجل نصيب وللمرأة نصيب، وإنما هي شراكة، كما قال المولى سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أي الليل والنهار لهم ارتباط، وبعدها وما خلق الذكر والأنثى، كذلك الرجل والمرأة. والإسلام أبدا لم ينسى حظ المرأة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والغانتين والغانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بلغة العصر معادلة، ما في أدرون، يعني ما في كفرتها على الأخرى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وأنا لا أحب أن أطيل، وأقدم الشيخ السماني ليطوف بنا بما أراده من مجال في سيرة المصطفى أو غيرها، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والتهنئة أيضا موصولة لنا ولكم ولجميع المسلمين بحلول هذه الذكرى طيبة المباركة، وهي ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نرجو من الله عز وجل أن تعود علينا ونحن كأهل طريق على قمة الريادة وعلى قمة السيادة وعلى قمة القيادة لهذه الأمة بهذا المنهج الوضيء وهذه التعاليم السمحاء وهذه الأخوة الصادقة وهذا الاعتصام الذي بيننا. وقبل أن ألج إلى الموضوع الذي حدد لي، أقول أن المسؤولية
تقع على عاتقنا جميعا، أشياخ وأتباع، محبين ومريدين، لأن الكل يخرج من مشكاة واحدة، وهي السير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المحجة البيضاء التي تركنا عليها. فإن غابت أو اندرست أو اضمحلت أو تراجعت هذه التعاليم القيمة المباركة التي ورثناها من أشياخنا ومن آبائنا كابر عن كابر، فلا نلومن إلا أنفسنا، ولا نلقي باللائمة إلا علينا. فلا بد لنا أن ننهض قياما، وأن نستشعر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا جميعا، وهي مسؤولية الإيمان والإسلام والإحسان والصدق والإخلاص والمعاني والمصطلحات التي أجزم أنها كادت أن تغيب عن كثير من الناس لما بعد الناس منها كثيرا، ولما تراجع القهقري منها، فما عادت ثقافة معلومة معروفة كما كانت من قبل سائدة ورائدة لجميع من الناس في زماننا هذا. والإمام الشافعي يقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، وناكل بعضنا بعضا عيانا. لذلك إخوة الإيمان، لا بد لنا من مقدمات مثل هذه، ولا بد لنا من رسائل ترسل لأنفسنا أولا وللآخرين ثانيا، حتى يسود النصح فيما بيننا، سواء كان إجمالا أو كان تفصيلا أو كان عموميا أو كان على وجه الخصوص بالفقه الراقي وبالمعاني السامية. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعا، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. لذلك نحن إخوة الإيمان كأمة تابعة للقوم، متشبهة متمسكة بآثارهم، مؤمنة بمبدئهم، مصدقة بطريقهم. لا بد لنا كأمة بكل هذه المعاني أن نعلم أننا نمر في هذه الحقبة التاريخية الخطرة بمنعطفات خطيرة وبمراحل كما يقول أهل السياسة مفصلية. لا بد لنا أن نقيس أنفسنا أولا على ما خلفوه وتركوه لنا من تراث سر. هل نحن عند الأمر؟ هل نحن عند النهي؟ هل نحن أخذنا حظ أوفر؟ هل نحن نلنا قطح معلى؟ هل نحن كنا على نسبية عالية باعتبار ما لا يدرك كله أيضا لا يدرك كله؟ أم نحن الآن نحتاج إلى ما نحتاج إليه حتى إن كنا في مقام التصديق ننقل من بعد ذلك إلى مقام التحقيق، وهو أس هذا الدين.
وهو مربط الفرس عند السادة الصوفية بصفة عامة. وعندما أقول السادة الصوفية لا أعني طريقة دون أخرى، لأنهم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فلا بد أن تدب فينا روح المحبة وروح الأخوة وروح الاعتصام وروح الاستوثاق وروح الاتباع لذلك الذي ندين الله سبحانه وتعالى بمنهجه وبآثاره وبطريقه وبتعاليمه التي أخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسبيل من السبل وكطريق من الطرق المتفرغة التي قال فيها سيد الشيخ الجنيد إمام وسيد هذه الطائفة: الطرق التي توصل إلى الله عز وجل على قدر أنفاس الخلائق. وقدم شيخنا الشيخ الرفاعي ما قاله سيد الشيخ القادر الجيلاني سلطان الأولياء: طرقت جميع أبواب العبادة فوجدت الرجال مزدحمة عليها، فجئت بباب الذل والانكسار فوجدته شاغرا فدخلت من خلاله. لذلك حقق هذه المعنى وحقق هذا الاعتصام وحقق هذه المحبة. حببناه جميع أهل الطريقة، اتبعنا أبواتنا أهل المزايا. هذا فقه ما بين المحبة وما بين الاتباع، وخصوصا منهم نفر كما قال أبو بدر الغوث. لكن شاهدنا يا إخوة الإيمان كمقدمة أيضا: وأحببهم جميعا يا أخينا ولا تبقى لواحد منهم معيقا، وأجعلهم لك الأسياد طر، وأنت عبيدهم جن لا عتيقا، وإن ضاقت بك الأحوال زرهم فرؤيتهم تفرج كل ضيغا، وإن وجدت في قلبك قساوة لازم بابهم يحيوك حقيقة. لأن سيد الإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة كان يقول: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة أذهب إلى محمد بن المنكدر فأنظر في وجهه فأنسى نفسي أياما. جالسوا من تذكركم بالله رؤيته، ومن يسوقكم إلى الله حاله، ومن يدلكم على الله مقاله. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام الحاكم والإمام الترمذي يقول: النظر إلى علي عبادة. قال أهل الحديث والتفسير عن النبي بذلك لأن سيدنا علي كان إذا ما خرج للناس نظر الناس إليه وقالوا: لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الفتى، لا إله إلا الله، ما أكرم هذا الفتى، لا إله إلا الله، ما أشجع هذا الفتى. إذا ما رأوه ذكروا الله سبحانه وتعالى كما هو شأن الأولياء. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من هم الأولياء؟ قال: هم الذين إذا رؤوا ذكر الله. لذلك هذا معنى وهذا ملحظ وهذا أساس وهذا دين وهذه عقيدة ينبغي أن تستقر في قلوبنا جميعا، وأن نطبق في أنفسنا، وأن نتمثل في ذواتنا، وأن ننزل من بعد ذلك إلى أرض واقعنا، وأن نتبع من بعد ذلك هذا نهجا وأثرا وسلوكا في سبيل الرجعة إلى الله عز وجل. هذه المقدمة إخوة الإيمان لا تنفك عن موضوع المحاضرة، لأن الكرامات التي أريد أن ألج فيها ولو قليلا مع ربط ذلك بسيرة سيد السادات النبي صلى الله عليه وسلم، لا أرى أن في الأمر تعارض،
ولا أرى أن في الأمر يحتاج إلى ازدواجيات وفك لهذه المعايير. الكل يأخذ من معين واحد، لأن الحديث عن الأولياء، الحديث عن الأصفياء، الحديث عن المخبتين هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما نالوا هذه المكانة العالية وما سموا لهذه الدرجة الرفيعة إلا بحبهم وإلا بتمسكهم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانعكس عليهم من بعد ذلك خيرا وبركة، وأجرى الله سبحانه وتعالى على أيديهم ما أجراه من أمور خارقة للعادات بعد أن أحبوا النبي وتاهوا فيه هياما وشوقا، وعرف له التوقير وعرف له التعذير وعرف له الاحترام والتبجيل الذي أخذوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من هم الأولياء؟ أنا قدمت هذه المقدمة. هذه الولاية خاصة أم عامة؟ هل الولاية فريضية أم كسبية؟ هذا الله سبحانه وتعالى كما قال يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أم يمكن للإنسان بكسبه أن يكون وليا لله عز وجل؟ هذا أمر من عند الله، يختار الله لولايته من يختار ويوفقه من بعد ذلك لطاعته، لأن الأمر قد يبرم من قبل ومن ثم تلوح دلائل البشارات وتلوح دلائل الكرامات، ولا ترى هذا الشخص إلا عند الأمر إلا عند النهي، فيرفع الله عز وجل من بعد ذلك مكانته، ويرفع الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك قدره، ويذيع الله وتعالى صيته، ويمكن له في الأرض، ويجعل قلوب الناس تهوى نحوه حبا وشوغا، وتأخذ من معينه، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولا بين القلوب. لذلك الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. هذا اصطناع، هذا اختصاص، هذا اتباع من عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يسير أولئك الرجال على طريق الجادة، على طريق الحق، على طريق الصواب، ويأخذون من معين النبوة، لأنه لو ما قارنا ما بين الكرامة وما بين المعجزة نرى أن الأمر فيه قواسم مشتركة، فيه آليات جامعة، لكن الفرق ما بين هذا وذاك أن المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أحد أنبيائه مقرونا بالتحدي، ولكن هذه المعجزة التي أجراها الله عز وجل على أحد أنبيائه جاز أن تكون كرامة لأحد أوليائه، لأن هذا خارق للعادة وذاك خارق للعادة، ولكن المحك العقدي والمحك الإيماني في التصديق، لأن هنالك معجزات إذا لم تصدق بها تخرج عن ملة الإسلام، تكفر كفرا بواح، لأنها وردت في كتاب الله عز وجل. فإن جاء أحد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرى به ولم يسر الله سبحانه وتعالى به، هذا خروج عن ملة الإسلام، وهذا كفر واضح صحيح، بخلاف الكرامة التي ربما يكون رفضها حرمان للبركة التي يمكن أن تستمدها من ذلكم الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى، أو المرأة الذين أكرمهما الله سبحانه وتعالى بكرامات شتى. لذلك لا تنحصر هذه المسألة كما قدم الشيخ الرفاعي في الرجال فحسب. سيدة رابعة العدوية كانت كما ذكر كثير من الناس، خاصة الاتجاه المعاكس كما يقولون، يرون أن السيدة عائشة هي أسطورة. حاشا وكلا، السيدة الرابعة هي واقع. والسيدة الرابعة ذكر ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة وقال ولدت سنة 100 هجرية وتوفي سنة 180، وعاصرت الإمام الحسن البصري. وذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان، وذكرها المناوي من أئمة الشافعية، وذكرها الإمام ابن تيمية
في كتابه الرسائل والمسائل، ونفى من أقوال لا تليق بها وذكر صلاحها. لذلك الكرامة لم تكن مقصورة على الرجال، بل أيضا هي للنساء أيضا. وذكر كرامة للسيدة رابعة العدوية، قال أنها كانت تضع محراب أمام زوجها وتصلي لله عز وجل، ولأنها ذات علم ولأنها ذات معرفة، وتعلم يقينا أن صلاة النفل دون الفرض لا تجوز إلا بإذن الزوج، كانت تضع المحراب أمام الزوجة وتصلي لله عز وجل، وكلما صلت ركعتين تلتفت إليه وتقول له: ألك حاجة أقضيها لك؟ ألك في نية؟ وإلا كبرت الله سبحانه وتعالى وصلت. وذات يوم وهي تصلي دخل اللص على دارها وأخذ كل المتاع، وعندما أراد أن يخرج ما وجد نافذة يخرج من خلالها، أغلقت كل الأبواب دونه، إكرام من عند الله سبحانه وتعالى. وعندما قبضته وارتعدت فرائصه وخاف أن تقطع يده، لأن الحكم الشرعي وقتها كان قائما، قالت: يا أخ، ما أريد منك شيئا، إنما أريد منك شيئا واحدا، أن تحسن الاستنجاء والاستبراء، وأن تتوضأ، وأن تصلي لله عز وجل ركعتين، لأن الوقت وقت للإجابة، لأن الوقت وقت سحر، ومن ثم صرف. ونحن نجيب شديد جدا مع الكلمات دي. لذلك علق أهل العلم قالوا أن الأولياء إذا ما أنت جيت بقلب يعني خليج، بقلب غير صحيح غير سليم، ربما تستفيد منه، فضل أن تجي بقلب خلي غير مختلج. لا شك أن الفائدة مرجوة ومأخوذة منه. لذلك عندما أراد أن ينصرف وأن يخرج وأن ينفك من هذه الإشكالية، ذهب وطبق كل ما قالت له. وعندما كبر الله عز وجل وقفت أمامه ورفعت يديها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ورجاي وثقتي، هذا عبد من عبيدك شارد منك مدة حياته، والآن قبضته أوقفته بين يديك بحرمة محبتك لي أن تغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. وجلس يسرق، قال: عندما قال السلام عليكم من الركعتين نظر في لوح الله المحفوظ وذهب إلى بيته وليا لله عز وجل، ولم يعد إلى ما كان من قبل. ودي أخواننا عند أهل التصوف بيسموها النقلة، لأن النقلة جائزة. المشايخ 4: شيخ للنقل، وشيخ للوصال، وشيخ للمقال، وشيخ آخر لسنا بمعنيين منه، هذا الذي يكون للوبال، إذ لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، إذ لم تفارقه تهلك بسيرته، إذ هو غشاش وأنت ملتعب. هذا ما قالوه وهذا ما حققوه. لذلك شيخ النقل كما قالوا هو كالكبريت الأحمر، وبنظرة نظروا مريدا بالرضا يصل المقام من ساعة اللحظات. يا من ترد أن تتبع آثارهم، موت لنفسك 4 موتات: بالجوع، ثم خلاف نفسك، ولباس جبة، وتحمل الناس في الأذيات، فينور قلبك شمعة تتلألأ، تشرب رحيقا صافئ الكاسات، فإن سموم الموت يفسده البقى بشهود فرد واحد في الذات. فإن كنت ذا فهم وقلب حاضر فعليك بالأوراد في الخلوات، لا يستحقر الأوراد إلا جاهل، فالورد صاحبه يلي الحضرات. لذلك هذه كرامة قدمنا بها حتى نؤصل لغيرها من القرآن ومن السنة ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والكل يعلم من عقد الإجماع على ذلك أن السيدة مريم لم تكن نبية، إنما هي صدقة، وأن لقمان لم يكن نبيا،
ولكن جعلت لهما سورتين في كتاب الله عز وجل باسميهما، تتلى هذه الصور إلى قيام الساعة، إلى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى توضح من خلال ذلك مكانة الأولياء ودرجة الأولياء عند الله عز وجل حتى في قرآنه. والقرآن بين أيدينا، وبين أيدينا حفظ لكتاب الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا. إذن لذلك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما كان هذا الهز أن تستطيع أنت ولا هي ولا غيرها، لأن النخلة لا يمكن يستطيع أن يهز جذعها أحد، ولكن كانت تضع يدها على جذع النخلة وإكراما لها يسقط الله سبحانه وتعالى لها وعليها الرطب الكريم العظيم الذي لم يكن في موسمه. وهذه كرامة واضحة، وهذا أمر واضح. والذي عنده علم من الكتاب الذي أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام، أيضا من الشام إلى اليمن، من اليمن إلى الشام، كان أيضا من المكرمين من عند الله عز وجل، ولم يكن نبيا. وجاء الصحابة من بعد ذلك وأجرى الله سبحانه وتعالى على أيديهم ما أجرى من كرامات لا تحصى ولا تعد. والكل يذكر ما قاله سيدنا عمر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، على بعد 3 دول بالدول الجغرافية الآن من المدينة المنورة إلى نهاوند، يسمع الصوت ويرى سارية ويسمعه ما قال ويحذره إلى الجبل حتى ينتصر. وعندما سئل عن ذلك قال: كلام أجراه الله عز وجل على لساني. ولكن عندما أتى سارية وقال: لولا أن أدركني صوت أمير المؤمنين إلى الجبل يحذر حتى ألتجي به لهزمت ولهزم الجيش. ولما دون الصحابة الزمن الذي قال فيه سيدنا عمر في صلاة الجمعة هذا القول، وجدوا أن القول هنا وهناك متطابق، ومن شأنه التواضع، ومن شأنه الخضوع، ومن شأنه الذل والانكسار لله عز وجل، لأن الولي الصادق يستحي من الكرامة كما تستحي الفتاة من حيضتها، وأن كشف سره عنده ككشف عورته. لذلك هذا معنى إخوة الإيمان. سيدنا عمر بن الخطاب، إمام السيوطي يروي عنه قال في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب: رأى سيدنا علي بن أبي طالب رؤيا في النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طبق من عجوة. النبي عليه الصلاة والسلام جلس سيدنا علي بن أبي طالب في النوم في زمن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وقدم له طبق من عجوة. قال سيدي علي: فلما أخذ النبي واحدة منها، شال له عجوة واحدة، ووضعها في فيه حتى ذقت طعمها كالعسل في حلقي، فرد في النوم كلام ده، قلت: يا رسول الله زدني. قال النبي: كلا. قال: فاستيقظت من النوم فإذا بأذان الفجر يؤذن، فهرحت إلى الصلاة. هذا الربط. فوجدت امرأة عجوز بباب المسجد ممسكة بيديها طبق من عجوة، وقالت: يا علي خذ هذا وأعطيه أمير المؤمنين يوزعه على فقراء الصحابة. قال: فأخذته ووضعته بين يدي عمر، ده في اليقظة، فأخذ عمر واحدة منها ووضعها في غشمه، فلما ذقت طعمها كالعسل في حلقي قلت: زدني يا أمير المؤمنين. قال: كلا يا علي، لو زادك رسول الله البارحة لزدناك. قال: قلت: يا عمر
الرؤيا رأيتها أم أمر آخر؟ قال لا يا علي، إنها القلوب، إذا صفت أو صفت، إذا صفت نظرت بنور الله عز وجل. هذه كرامة لا شك في ذلك. لذلك هذا الحديث نفسه سيدنا عثمان بن عفان عندما دخل عليه رجل وكان قد نظر إلى ساق امرأة متبرجة قال: أيدخل علينا أحدكم وأثر الزنا بين عينيه؟ قال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، إنها فراسة مؤمن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل؟ لذلك استعمل هذا النور عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما حاصره الثوار وأرادوا أن يقتلوه، ونظر إلى القوة التي كانت في النافذة وقال: هؤلاء الملائكة وفود وهذا حبيبي محمد. وعندما جاء رسول الله وقال: يا عثمان، إن شئت كفيتهم وإن شئت أفطرت عندنا الليلة، قال: بل أفطر عندكم الليلة. فدخل الثوار عليه وكان صائما، واستشهد سيدي عثمان ولحق بالرفيق الأعلى وفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا علي نفسه عندما جاء في منطقة كربلاء سالت منه دمعة وبكى ووقف وقال: هنا مناخهم وهنا محط رحالهم. بعد أكثر من 20 عام استشهد أبناؤه في ذاك المكان الذي وقف فيه. بل عندما أراد سيدنا علي بن أبي طالب أن يتزوج بعد السيدة فاطمة ما تزوج في حياتها، جاء إلى أخيه عقيل بن أبي طالب الذي كان خفيف البصر ولكنه عالم بأنساب العرب، وقال: يا أخي، إني أريد أن أتزوج، فاختر لي زوجة ولدتها الفحول من الرجال لكي ما تلد لي غلاما شجاعا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انتقوا مواطن نطفكم فإن العرق دساس. لذلك أطرق سيدي عقيل بن أبي طالب ساعة ثم رفع رأسه وقال: يا أخي، اخترت لك أم البنين الكنانية. فدخل بها سيدي علي وأنجبت له 4 من الأبناء، أنجبت له سيدي العباس، وأنجبت له سيدي عبد الله، وأنجبت له سيدي جعفر، وأنجبت له سيدي عثمان. 4 ابناء سيدنا علي بن أبي طالب إخوة لسيدي الحسن ولسيدي الحسين ولسيدي محمد بن الحنفية الذي هو أمه من بني حنيف. سيدي شهدنا في الأمر أن سيدنا علي عندما ولد له ابنه العباس من أم البنين الكنانية أخذه ووضعه في حكره، ثم سالت منه دمعة ومرر راحته عليه وبكى. فقالت زوجته أم البنين أم سيدي العباس، قالت: لماذا تبكي يا أمير المؤمنين؟ قال: إن لابنك هذا شأن عظيم ولكنه سوف يكبر ويقتل. كبر سيدي العباس، وعندما كان عمره 3 سنين أخواننا، سيدنا علي أبوه بيداعب فيه، قال: لي يا ابني قل 1، مداعبة الأب لابنه. قال: 1. قال: يا ابني قل 2. صمت سيدي العباس. قال سيدنا علي: يا ابني قل 2. صمت سيدي العباس. قال: قل 2. قال: يا أبتاه، إني خشيت الله عز وجل أن أقول 2 بلسان نطقت به 1. وعمره 3 سنة. وعندما جاءت معركة صفين كان عمره دون 14، وانفرط رجل من ذلكم الجيش يقال له أبو الشعثاء، ووقف وقال: هل من مبارز؟ نظر سيدنا علي إليه وقال: تقدم مقتل هذا الفارس ليكون في قتله عبرة للآخرين.
وقف قال هل من مبارز؟ دمنه سيد العباس عمره أقل من 14 سنة، متلثم، ما في زول عارف دمنه، ولا سيدنا علي أبو ذاته ما عارف دمنه، فزول من الجيش اتلثم ووقف قال هل من مبارز؟ سيدنا معاوية التفت إلى أبي الشعثاء قال له تقدم واقتل هذا الفارس ليكون في قتله عبرة للآخرين. أبو الشعثاء قال إن العرب يقدروني ب1000 براي ب1000، فلا تقدم وأقتل مثل هذا الغلام اليافع، لكني سوف أدفع إليه بأحد من أبنائي. فدفع بأحد أبنائي إليه، ولما تبارزا ما أمرت لحظات إلا ووجدوا ابن أبي الشعثاء مقسوم إلى قسمين نصفين. ثم دفع بالثاني كان نصيبه كأخيه، ثم دفع بالثالث، ثم دفع بالرابع، ثم دفع بالخامس، ثم دفع بهم السبع، ولم يدري أحد من هذا الذي يتنثم ويصول ويجول في هذه المعركة. فتحمس أبو الشعثاء بنفسه الذي يقدر ب1000 فارس، وقتل 7 من أبنائه، ودخل المعركة. وقال أصحاب السير عندما اشتبكا لا تستطيع أن تميز هذا من ذاك. وقف قال هل من مبارز؟ دمنه سيد العباس عمره أقل من 14 سنة، متلثم، ما في زول عارف دمنه، ولا سيدنا علي أبو ذاته ما عارف دمنه، فزول من الجيش اتلثم ووقف قال هل من مبارز؟ سيدنا معاوية التفت إلى أبي الشعثاء قال له تقدم واقتل هذا الفارس ليكون في قتله عبرة للآخرين. أبو الشعثاء قال إن العرب يقدروني ب1000 براي ب1000، فلا تقدم وأقتل مثل هذا الغلام اليافع، لكني سوف أدفع إليه بأحد من أبنائي. فدفع بأحد أبنائي إليه، ولما تبارزا ما أمرت إلا ووجدوا ابن أبي الشعثاء مقسوم إلى قسمين نصفين. ثم الثاني كان نصيبه كأخيه، ثم دفع بالثالث، ثم دفع بالرابع، ثم دفع بالخامس، ثم دفع بهم السبع، ولم يدري أحد من هذا الذي يتنثم ويصول ويجول في هذه المعركة. فتحمس أبو الشعثاء بنفسه الذي يقدر ب1000 فارس، وقتل 7 من أبنائه، ودخل المعركة. وقال أصحاب السير عندما اشتبكا لا تستطيع أن تميز هذا من ذاك. بعد أن مر الساعات وجدوا العباس واقف وأبو الشعثاء مجندل النصفين مع أبنائه. قال هل من مبارز؟ لم يتقدم عليه أحد. التفت سيدنا معاوية وقال والله إن هذه الشجاعة لم نعهدها إلا في علي بن أبي طالب. فكشف القناع عن وجهه فإذا هو العباس بن علي بن أبي طالب. هذه معاني، هذه قوة، هذه صلابة. لذلك كرامة سيدنا عمر سيدنا علي بن أبي طالب وقف يوما بما نسميه المصطلح الصوفية مصطلح الشطح الذي الوجد الذي يفيض. إذا ما الآن شطح البعض في إطار الشريعة ربما يعنفه كثير من الناس، ولكن كما قال أبو مدين الغوث يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. قل للذي ينهى عن الوجد أهله إن لم تذق معنا شراب الهوى دعنا، فإن إذا طبنا وطابت قلوبنا وخمرنا خمر الغرام تهتكنا. فلا تلم استكرانا في حال سكره فقد رفع التكليم في حال سكرنا عنا. أما رأيتم الطير المغفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى، كذلك أرواح المحبين تهزهزها الأشواق إلى العالم الأسنى، أتلزمها بالصبر وهي مشوقة، وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى؟ لذلك حتى يقول بالله يا خالي الحشا لا تعنفنا، لأن أخوانا ده أمر ذاتي يذوق صاحبه وجدي. لذلك كما يقال في معاني الشطح وقف سيدنا وهذه كرامة علي بن أبي طالب يوما يتحدث عن بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعلم أن سيدنا علي باب مدينة العلم، وقف من صلاة العشاء إلى أذان الفجر
لم يتجاوز الباء، ما دخل في السين، الباء. قال والله لو أردت لحملت منها 70 بعير، 70 بعير من شرح بسم الله الرحمن الرحيم تحمل كتب في رأس سيدنا علي بن أبي طالب. قال عندما وقف يوما وتحدث في العلم شطح وقال والله ما سألتموني اليوم عن شيء في السماوات وفي الأرض إلا وأخبرتكم به. قال له قولوا أي حاجة، ده تسألوا في السماء ولا في الوطاء بوريكم ليه. والناس حضور، وقف رجل من بين الناس وقال يا علي أين جبريلنا الآن؟ انت ما قلت أي حاجة توريها، جبريل وين الآن؟ قال فأطرق برأسه ساعة إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء. قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فما وجدته وما أظنه إلا أنت، فاختفى الرجل ولم يرى. وكان ده جبريل ذاته. شوف العظمة والكرامة، بس دنقر كده ورفع راسه قلبت قال السماوات والأرضين فما وجدته وما أظنه إلا أنت. ودي كرامة معلومة مع سيد الإمام الشافعي عندما كان يشرح ويتحدث في كتاب الله عز وجل ويقول كل يوم هو في شأن الآية. وقف رجل وقال ما شأن ربك الآن؟ لم يدري. وعندما ذهب أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري من السائل؟ قال لا. قال إنه الخضر أراد أن يعجزك، فإذا ما أتى يوم غد قول له شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. وعندما جاء سيد الإمام الشافعي فرحا في هذه الإجابة التي فتح الله بها عليه من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء السائل وكرر السؤال وقال شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، قال صلي على من علمك. كما كلام النبي صلي على من علمك. سيد أحمد بن إدريس في المدينة المنورة في مكة عندما جاء الإمام أحمد الصاوي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا صاوي إن أجلك قد دنا وتعالى ومت معنا في المدينة. فجاء الإمام الصاوي ولم يحدث أحد لأنه ما يتسنى له أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد الإمام أحمد بن إدريس وكل منهما على مذهب وتجادلا في قضية. وعندما أكثر الإمام الصاوي الحديث مع الإمام أحمد بن إدريس التفت إليه وقال يا صاوي دع عنك هذا الحديث والحق بقبرك في المدينة. قال من الذي أنبأك؟ والله هكذا أنبأني رسول الله. قال حتى أتاني قبل أن يأتيك، حدثني بهذا. أخواننا الرجال كانوا رجال وصلوا هذه الدرجات بالقرب من الله سبحانه وتعالى، بالاستقامة، بالأوراد، بالذكر، بالمعاني الفاضلة. أبو نعيم في الحلية ينوي والبيهقي أيضا في الدلائل أنه وجد الرجل طائف في الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني جوعان فأطعمني، اللهم إني عريان فاكسني، اللهم إني ظمآن فاسقني. قال كنت أقول آمين آمين. قال ما مرت لحظات إلا ونزلت عليه مائدة من السماء. قال فقلت يا أخ العرب إني شريكك في هذه المائدة. قال كيف ذاك؟ قال لأن تدعو وأنا أؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الداعي والمؤمن شركاء في الأجر. ما حقتك براك؟ انت بتقول تدعو وأنا بقول آمين، احنا شركاء. قال فتزوقت معه طعاما لم أتزوق مثله في الدنيا أصلا. قال ما مرت لحظات إلا ونزل عليه حلة من السماء، حلة. قال قلت هذه لك وليست لي، لأنها نزل شنو؟ واحدة ما اثنين. قال لما سألت عنه قيل أنه جعفر الصادق ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في مكابدة، في جهاد، في مجاهدة. الأصمع يروي قال أنه وجد رجلا في صحراء الربع الخالي، رب فوق، يمشي زحفا بلا زاد وبلا عتاد وبلا راحلة. قال قلت يا أخ العرب من أين؟ قال من سمرقند. قال قلت إلى أين؟
يا اخوان يمشي ببطنه زحفا، هو قادر يمشي لكن قاصد كده، ما عنده عتاد، ما عنده راحلة، ما عنده زاد، ودي ذات كرامة. قال قلت من أين يا أخ العرب؟ قال من سمرقند. قال قلت إلى أين؟ قال إلى مكة بلد الله الحرام. قال قلت إلى كم وصلت إلى هنا؟ في كم؟ قال في 6 أشهر. قال قلت وفي كم تصل؟ قال في 6 أخر، بصر كمان في 6 أشهر ثانية. قال قلت وما الذي حملك على ذلك؟ قال الشوق هو الذي حملني إلى ذلك. قامت لتمنعني المسيرة ماضر، فحنينها رعد وعيناها السحاب الماطر. لو أصبحت عبرات عينك لجة وتعرضت دوني فإني عابر. وحق ما يشكو ابن آدم ذنبه، وحق ما يشكى إليه الغافر. إن هاجر الإنسان عن أوطانه فالله أولى من إليه يهاجر. وتجارة الأبرار تلك، ومن يبع بالدين دنياه فنعم التاجر. فعسى المليك بفضله وبطوله يكسو لباس البر من هو فاجر. لذلك يذكر أيضا ابن نعيم في الحلية، والبيهقي أيضا في الدلائل، وابن نعيم أيضا في الدلائل قصة السيد ربيع بن حراش. قال مات أخي الربيع، فلما كفنته وأردت حمله إلى الجبانة كشف الغطاء عن وجهه، قال لك كرام ميت خلاص. قال يا أخي تسرع بي، إن الله استغبرني بروح وريحان ووجه غير غضبان. سددوا وغاربوا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، عجلوا بتجهيزي وتكفيني والصلاة علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرني في 70 صف من الملائكة ليصلي علي ويقود روحي إلى الجنة. قال لما نقل الخبر للسيدة عائشة وكانت على قيد الحياة، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول يتحدث رجل من أمتي بعد الموت. لذلك معروف الكرخي عندما زار أحد المشايخ قبره قال سمع ينشد في قبره ويقول الماء يغسل ما بالثوب من درن، وليس يغسل قلب المذنب الماء. موت التقى حياة لا نفاد لها، كم مات قوم وهم في الناس أحياء. وأن أماتوا أجسادهم، أماتوا أشباحهم، أحيوا قلوبهم، أحيوا أرواحهم. أقبل على النفس واستكمل فضائله، أنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذا معنى، لذلك نالوا هذه الدرجة الرفيعة، هذا المقام السامي، هذه كرامات المشاعة بين الناس، لأنهم أعطوا ومنفقوا جادوا وما برحوا أدوا وما يزالوا من خلال العلم الذي تركوه والذكر الطيبة التي خلفوها بين الناس. لذلك جاءت الكرامات تترى سواء كانوا على قيد الحياة أو بعد النقلة في الدار الآخرة. حتى الوقوف يا أخواننا على قبورهم وعلى أضرحتهم وعلى مكاناتهم هو درجة يتغرب بها الفرد المؤمن إلى الله. إمام النبهاني في كتاب جواهر البحار ينقل عن الإمام السيوطي، والكل يعلم أن الإمام السيوطي كان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة. ونقل عنه الإمام الشعراني في الطبقات قال لقد اجتمعت به نيفا و70 مرة في شوارع القاهرة وقبلت يده بشفتي هاتين. الإمام السيوطي. لذلك عندما أرسل إليه السلطان الغول في زمنه أن تعال لم يأتي، المرة الثانية لم يأتي، المرة الثالثة قال لرسول السلطان اذهب وقل له أن السيوطي يقول لك إني أرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، وإني محتاج إليه في تصحيح أحاديثه، فأخشى إذا ما ذهبت معك إلى السلطان ينحجب عني رسول الله. يصحح على النبي عليه ليخطها بين يديه. لذلك الإمام النبهاني نقل عنه في جواهر البحار، أنا أقول أن الأولياء حتى إذا في النقلة، لذلك الناس يا إخوان مش بزوروا ليه
بيقفوا على الأضرحة ليه؟ هذه مسألة عبث، لأن هنا الدعاء يهب، لأننا مأمورين بذلك. إمام القرطبي يروي القصة المشهورة، وذكر الإمام ابن كثير: يا خير من دفنت بالتربة أعظم، فطاب من طيبهن القاع والأقب، نفس الفداء لقبر أنت ساكن، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. بعد أن قال: لقد أنزل الله فيك فيما أنزل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وها أنا ذا أسرفت مع نفسي في الخطايا وجئت مستشفعا بك إلى ربي، ثم أخذ من تراب القبر. إمام القرطبي يقول ذلك: الدول جدا العربي ده أخذ من تراب القبر العلي وحثى على رأسه، حثى على رأسه. ودي ما نسميها يا اخواننا بشنو؟ بمصطلح الزوار الآن. والحديث في البخاري: بريغة بعضنا وتربة شنو؟ بريغة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. لذلك حتى تراب المدينة عنده معاني: إذا جئت المدينة بعد حين فقبل تربها والحاضرين، وسلم لي على المختار طه، حتى يظن الناس أن بك الجنون، وقل لمحمد وصاحبيه إذا جرت الشدائد فاذكرونا، ندين بدينكم سرا وجهرا وأحياء ندين وميتين. لذلك السيدة فاطمة كما ذكر ذلك العسقلاني في كتابه المواهب، والشيخ دحلان في الآثار النبوية، هي أول من زار النبي في قبره، ووقفت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت من تراب القبر وألحقت إلى فمها وإلى أنفها، وبكت وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيار. ذكر عن الإمام السيوطي قال: اجتمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام السيوطي، قلت: يا رسول الله، قل لي حديثا من فمك إلى أذني لم يرويه أحد غيري ما تسمعه، قال لي حديث بس منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي 3: أولا: من اتخذ مسبحة كتبه الله عز وجل مع الذاكرين الله كثيرا ولو لم يسبح بها. طبعا ما في زول بشك في رؤية النبي، صح ولا ما صح ولا يغضب؟ والحديث في ذلك كثير، لو دارين ندلل على ذلك بنخرج من موضوع المحاضرة. قال: قلت واحدة. والثانية قال: وقوفك بين يدي عارف بالله ساعة خير من عبادة 70 سنة. قال: قلت: حيا كان أم ميتا؟ قال: حيا كان أم ميتا. قال: قلت الثالثة، ودي ناس قد يستغربوها، قال: من شرب البن لا زالت الملائكة تستغفر له ما دائمت رائحة البن في فيه. 3 أشياء. لذلك إخواننا دي كرامات الناس يتقربون بها إلى الله عز وجل. معروف الكرخي عندما قال هذا الكلام كان في قبري، وكان انتقل للدار الآخرة. لذلك الموت عند السادة الصوفية مش هو النغلة فحسب. فيا سائلي ما بين ميت وميت فدونك ما قد كنت عنهن تسأل، فما كان ذا روح فذلك ميت بالتشديد، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. ليست الموت بفناء بحت حتى ولو في الدار الآخرة. ابن أبي الدنيا عنده كتاب كامل سماه في من عاش بعد الموت. ومحمد بن عبد الوهاب عنده أحكام تمني الموت، ذكر ما ذكر فيه. والإمام ابن قيم الجوزية عنده الروح، وعنده حادي الأرواح، وعنده زاد الميعاد، وعنده أشياء كثر لو تصفح الناس فيها لوجدوا في ذلك عجبا، وعلموا أن الموت ليست بفناء محض، وأن النقلة إنما هي من دار إلى دار، وهم أحياء عند الله عز وجل. ونهانا الله سبحانه وتعالى في قرآنه بأن نسمي الشهداء أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، إذا هؤلاء هم الشهداء، فما بالك بالصديقين الذين هم أعلى درجة من الشهداء،
ودون النبوة. لذلك لهم ما لهم من معاني. الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين لعله في المجلد الثالث يقول: أوحى الله عز وجل لبعض الصديقين أن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم، ويذكروني وأذكرهم، ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم، ويحنون إلي وأحن إليهم. فإذا ما سلكت، وانا ده المحك كلام ده مال القصص الاتباع، فإذا ما سلكت طريقهم أحببتك، وإذا ما عدلت عنهم مقتك. قال: يا رب صفهم لنا، فما علاماتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفو غنمه بالليل، يحنون إلى غروب الشمس كما يحن الطائر إلى وكره. فإذا ما جن الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلى كل حبيب بحبيبه افترشوا إلي وجوههم وتقربوا إلي بكلامي وتملقوا إلي بأنعامي. فما بين قائم وقاعد، ما بين راكع وساجد، ما بين متأوه وشاكي، ما بين صارخ وباكي. أول ما أعطيهم ثلاث، مولى عز وجل: أقذف من نوري في قلوبهم فيخبروني عني كما أخبر عنهم. لو جعلت السماوات والأرضين في موازينهم لاستقللتها عليهم. أقبل عليهم بوجهي، أترى من أقبلت عليه بوجهي أيعلم أحد ماذا أحب أن أعطيه؟ أيعلم أحد ماذا أحب أن أعطيه؟ أيعلم أحد ماذا أحب أن أعطيه؟ إذا أقبل الله عليك بوجهه، اللهم اجعلنا من الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك يا رب العالمين. لذلك هذه كرامات ما أجرت عليهم عبثا. لذلك التزموا بهذا المنهج الذي ندعو إليه والذي نريد إحياءه في أنفسنا وفي ذواتنا وفي الأحباب وفي الأتباع وفي المريدين. لذلك الذي خلفوه فينا الإمام، أهل العلم يعلمون ذلك، كل من قرأ الخريدة أن سيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي، وهذه في الخريدة، جاءه رجل وقال: يا شيخ اكسوني عريان. والشيخ إبراهيم الدسوقي ما قال عنده قروش يا أخواننا يكسب بها، أخذ الرجل من يده وانشبه السوق، قال: يا معشر التجار، من يبتاع منكم قطعة قماش ببستان في الجنة؟ بستان في الجنة. بعض الناس أعرضوا، أحدهم قال: أنا يا شيخ. قال: تعال. شال له قماش ادله، شال اكتب الرجل، قال له: جيب سند اكتب لك بسم الله الرحمن الرحيم. اخوانا انظر للصيغة: من العبد الفقير إلى الله إبراهيم الدسوقي، ضامن على كرم الله وفضله. مش أنا عند حسن ظن عبدي بي، ضامن على كرم الله وفضله. قد ابتعت لفلان ابن فلان قصرا في الجنة يحد من الشمال عدن الفردوس الماء وبدن السلام وأذنت لمن يشهد. قال لي: شيل السند ده وخدته، لما تموت ادفنوا معك. شالوا خدتاه في خزنته وقال لأولاده: لما أموت أدفنوا معي. لما توفاه الله عز وجل وقبروه والكل ينتظر ماذا يحدث، وضعوا السند تحت رأسه. فلما أتى الناس الصباح الباكر وجدوا على قبره مكتوب: قد وجدنا ما وعدنا عند ربنا حقا. اللي ربنا وعدنا به شنو يا اخوانا؟ لقينا وجدنا. والسيد أحمد الرفاعي كما نقل عنه الإمام السيوطي في كتابه تنوير الحلق في جواز رؤية النبي والملك، وأيضا الخريدة شيخ الدردير عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السادة الملكية اخواننا يكرهون أن تقول زرت قبر النبي، ما تقول زرت قبر النبي، قول زرت النبي، تقول مشيت للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في قبره شنو؟ ماكث حي. فلما وقف أمام الحجرة النبوية والكل ينظر قال في حالة البعد: روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، والآن هذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده بيضاء
قبلها الرفاعي ووضعها في أي شبر من جسده وجذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل ينظر. هذه كرامات كثيرة وتترى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين وفي الأولياء. وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني كما يروي عنه أيضا الإمام السيوطي في تنوير الحلق قال: ما تزوجت حتى قال لي رسول الله تزوج. وقال: فذات يوم كنت جالس قبل الظهر في مسجد بغداد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي بني، وشريف يد النبي، لما لا تكلم الناس؟ قلت: يا أبتاه إني رجل أعجمي فكيف أتحدث لفصحاء بغداد؟ قال: افتح فاك. قال: ففتحته فتفل فيه النبي 7 ثم تلا قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: فوقفت فاجتمع حولي خلق كثير فأردت الحديث فارتج علي فرأيت علي بن أبي طالب وقال: أي بني يغضة لما لا تكلم الناس؟ قلت: يا أبتاه إني رجل أعجمي كيف أتحدث فصحاء بغداد؟ قال: افتح فاك. قال: ففتحته فتفل فيه علي 6. قال: قلت: يا أبتاه لما لم تكملها 7؟ قال: أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث بما فتح الله سبحانه وتعالى به عليه. إخوة الإيمان، الكرامات كثيرة ولا تحصى ولا تعد، ولكن دلفنا لهذا الموضوع، والأهم من هذا الموضوع هو الوصول لهذه المعاني، المنهج الذي يوصل لهذه الإشارات، لهذه الإفاضات، لهذه الخواطر التي تكون عبر برنامج وعبر منهج لا بد أن يتبع. لذلك أعظم من ذلك كله أن الاستقامة خير من 1000 كرامة. إمام القشيري في رسالته يقول: أي بني كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن نفسك متحرك في سبيل الكرامة والله جل يريد منك الاستقامة. إخوان، أعظم إكرام من الله عز وجل على عبده، على وليه له، أن يستقيم على طريق الجادة، أن يسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستقامة لا يطيق إلا الأكابر، ونحن مأمورون بها في كتاب الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال القشيري: ما الفرق ما بين أسقيناهم وسقيناهم؟ ما قال الله عز وجل سقيناهم، قال لأسقيناهم. قال: لأن الفرق ما بين الذي أسقاك والذي سقاك، فإن الذي سقاك أعطاك كوبا من الماء لتشرب، ولكن الذي أسقاك دلك على مكان الماء لكي تشرب بأي كيفية شئت، وأن تسقي الآخرين معك إن شئت، كما هو شأن الأولياء والصالحين في درجاتهم، في هممهم التي قال فيها الإمام الشبلي: رفع الله العباد على قدر درجاتهم وهممهم، فلو أجر الله عز وجل على الأولياء ذرة مما أجراه على الأنبياء لذابوا وتقطعوا. وكما قال ابن عربي يشرح في اسم الله الواسع: من وسع الله عز وجل أنه ما تجلى على نبي من أنبيائه ولا على ولي من أوليائه بشيء من فيوضاته أعاده لولي آخر. لذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل وقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل منه أحدا من بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال العلماء: هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل الدين. آمنت بالله من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما. استقم في صلاتك، استقم في زكاتك، استقم في حجك، استقم في عبادتك، استقم في زواجك، استقم في تجارتك، استقم في صاعتك، استقم في زراعتك.
في كل شيء، لأن النبي أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم يحصل المعنى الكبير الواسع بلفظ ثقيل جامع. خصاك مولاك بالحلم، الحوض وجوامع الكلم، الغرب إرسال تكسلم، والخالفك شقيش يلم. لذلك ذكر القشيري قال أن أحد الصالحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وتذكر حديث النبي: شيبتني هود وأخواتها. قال: ما الذي شيبك فيها يا رسول الله؟ قصص الأنبياء السابقين من قبل أم أحوال يوم القيامة؟ قال: لا هذا ولا ذاك، ولكن آية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لذلك الاستقامة كما يقول ساداتنا المشايخ هي خير من 1000 كرامة، مع أن الكرامة للأولياء للصالحين، والولي هو الذي تولاه الله بحفظه ورعايته، وهو يتولى الصالحين، والصالحون هم الذين أصلحوا البلاد وأصلحوا العباد بأقوالهم وبأفعالهم وبآثارهم وبما نثروه وبما حققوه وبما أطروه وبما أصلوه وبجمعهم لهذه الأمة وبتأليفهم لهذه القلوب. أعظم دلالة وأعظم كرامة في سيرهم لله عز وجل وإكرام الله سبحانه وتعالى لهم أن تستمر هذه الرسالة وأن تستمر هذه العبادة لله سبحانه وتعالى عبر المنهج الذي خطوه وعبر المعاني التي نقلوها لأحبابهم ولأتباعهم. ولا بد لنا أن نعي معنى أن المنهج الذي ينبغي أن يتبع هذا لا بد أن يكون عبر أولئك الرجال، وهذا قرآن. ينبغي أن نعلم أن هذا الأمر ليست من بنات الأفكار، لأن القرآن بين أيدينا. الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع بصيغة الأمر يا أخواننا. والنبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عمر يقول: دينك دينك عصمة أمرك، فانظر على من تأخذ الدين. خذ الدين عن الذين استقاموا ولا تأخذ الدين عن الذين مالوا. فيا طالبا من لذاذات الدنا وطأ، إذا أردت جميع الخير فيك يرى. المستشار أمين فاسمع الخبر، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. هم السلاطين والسادات والأمراء، قوم رضوا من الدنيا بيسير من ملابسهم، والقوت لا تخطر الدنيا بهاجسهم. صدورهم خاليات من وساوسهم، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورا. كن راضيا بهم تسمو بهم وتصل، إن أثبتوك أقم أو إن محوك فزل، إن أجاعوك جع أو إن أطعموك فكل. ولازم الصمت إلا أن سئلت فقل لا علم عندي، وكن بالجهل مستترا. ولا تكن لعيوب الناس منتقدا، وإن يك ظاهرا بين الوجود بدا. وانظر بعين كمال لا تعب أحدا، ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا. عيبا بدا بينا لكنه استترا. هذا معنى إخوة الإيمان: أصدقهم الحق لا تستعمل الدنسة، لأنهم أهل صدق سادة الرؤساء. واسمح لكل امرئ منهم إليك أسى، وراغب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا. وهذا إخوة الإيمان وصيتي لا يكون إلا عبر أولئك الرجال، مع الالتزام بالمنهج الحق في السير لله سبحانه وتعالى بهذه الأوراد التي خطوها للناس، حتى تكون لهم زاد في سبيل الرجعة إلى الله عز وجل. وهذه الأوراد على سبيل الديمومة وعلى سبيل الاستمرارية، والقرآن أيضا بين أيدينا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي كثيرين شنوهنا التوبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبشر المشائين كثرة المشي إلى المساجد في ظلم الليل بنور التام يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والحديث القدسي في رواية الإمام البخاري واضح:
وفي هذه الدلالة بفعل الشرط وجواب الشرط عند أهل اللغة: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال، ذكرنا عن استمرارية والديمومة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا ما حببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لذلك سيدي الشيخ الشاذلي أبو الحسن كان يقول: من أحرق بدايته أشرقت نهايته، ومن حرم الأوراد في البداية حرم الواردات في النهاية، ومن طرق الباب يوشك أن يفتح له، ومن سار على الدرب وصل. أقبل بقلب خالي عن أغياري، واترك سوى المتكبر الجبار. العارفون إذا مضى من عمرهم نفس بغيره عندهم كالعاري. أيا ذا الجد شمر في الطريق لتلحق بالرجال اللاحقين، ولا تعش مكسول هم ومطرودا مهينا. أترضى أن تكون على اضطراب وغيرك ملحق بالثابتين؟ أترضى أن تكون على احتجاب وغيرك للإله مشاهدين؟ خمرة الأغوام طامح بحرها، وعميق حار فيه الصرصر. أسد من عام في أمواجها، سالك نهج الإمام الأكبر. إن تريد يا صاح أن تشربها لازم الأوراد وقت السحر، بحضور ثم قصد صالح بعدها لمن إذا لم تسكري. أدم لنا الأوراد في أوقاتها، ولكم بفضلك دامت الأوراد. رجال الله هم العباد، والوا الذكر والأوراد، زهدوا الدنيا والأولاد، وحرتوا الكف بقول نسياد. رجالا حابهم جميع الناس بتريدهم، يربط يحل بإيدهم كلام الغير مفيدهم. رجال الله متواضعين، أمنا وأتقيا ورعين، قلبهم رؤوف وحنين، لكل الخلق هم راعين. هذه معاني إخوة الإيمان، طريقا ساسه الآداب، مو أكلا سمح وشراب، قيام وسهر مع الكراب، وما بيقدر على الكذاب. طريقا حالي في ذوقه، وسب الصادقين فوقه، الكذاب مبذوقه مبقم شي برعروقه. طريقا سيده ما بيشبع، يرضى بالقليل يقنع، اذكر عينه تدمع، وتفله للمريض ينفع. طريقا جاء من النبيان، ومو قد لبس قفطان، ولا جلوسا مع النسوان، ولا أنسا مع الخيان. هذه معاني الطريق، وهذه معاني الاتباع. وندلف قليلا لنهاية هذه المحاضرة حتى نربط هذا الحدث بما نحن جالسين من أجله الآن: الاعتناء والمحبة والشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الرجال هم الذين تقربوا عن رسول الله عن كسب، وهم الذين أحبوه، وهم الذين تاهوا فيه وجدا وشوقا. ابن عربي كان يقول في صلواته: واجعلني كأني هو. من حب للنبي يقول: واجعلني كأني هو. طبعا هنا في إشكالية، يمكن أن يكون هو، كلا وحاشا. عندما سئل عن ذلك قال: من جهة الاتباع وليست من جهة المماثلة والارتفاع. لما حتى انتهت: كن فطنا أخي ونبيه، ولا تجهل تروح بالتيه، ولا تجعل لنبيك شبيه، ولا صورة تحازيها. لكن يقصد بذلك ابن عربي كأنه أي تبع النبي كأن النبي من جهة اتباعه، لا من جهة مماثلته وارتفاعه، لأنه لا يجارى ولا يبارى، كما قال سيدي جبريل في رواية الإمام البيهقي والطبراني: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فما وجدت رجلا أكرم على الله من محمد، ولا وجدت بيتا أفضل على الله من بني هاشم. لذلك الإمام الخط قال: بفضل الله علي ما قلت السلام عليك بالكاف في التشهد أيها النبي إلا وقال عليكم السلام أيها الابن. الكاف ضمير للمخاطب الحاضر، كل من يسلم على النبي يسمع النبي السلام ويرد عليه. كونك لم تسمع رد النبي لإشكالية فيك، لكن تأكد أن الرد أتاك من رسول الله، لأن الهاء ضمير للغائب والكاف ضمير للحاضر. إمام السيوطي عندما سئل عن هذه المسألة: كيف يرد النبي على كثير من الناس وهم يصلون في لحظة واحدة والنبي فرد؟ قال السيوطي:
كالشمس في كبد السماء وضوءها عم البلاد مشارقا ومغاربا. الشمس واحدة الاثنين، بتشوف كم مليار من البشرية، أعظم النبي ولا الشمس؟ لا شك أن أعظم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن إدريس كان يقول اجمع بيني وبينه كما جمعت بين النفس والروح، ظاهر وباطنا، يقظة ومناما، واجعله روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم. إمام المجذوب يقول تعشقت فيه قبل أن أعرف الهوى، فلا تسألن من بعد ما صرت أعرف، أنوم به واستيقظن بحبه، ويعرفه قلبي ولبي والطرف. لذلك ختاما إخوة الإيمان، ولا أريد أن أطيل الحديث، أهيم بطه ما حييت وإن أمت، أوصي بطه من يهيم به بعدي، سكرنا طربنا هزنا الشوق نحوه، فليس له ننسى بدنيا ولا رمس، سلكنا به دربا إلى الخلد ينتهي، ولا بد في عدن مراكبنا ترسي. والسلام عليكم ورحمة الله. كل كرامة صدرت في هذه الأمة، أو كما قال في جواهر البحار في مقدمة المواهب اللدنية، رب العالمين جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، وجعل من أمته الأنبياء والمرسلين، أي كأن معجزات الأنبياء أو حاصل ما جاءوا به من معجزات هي تمهيد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مأخوذة من منبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل. كل معجزة أو كل كرامة حصلت لولي هي إثبات لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحقاق لأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا لا يفوتني كلام سيدي أحمد بن إدريس في الكرامة، عندما سئل عن الكرامات قال قول نفيس نستأنس به: عندما سئل سيدي أحمد بن إدريس عن الكرامة قال: الاستقامة هي غاية الكرامة، ونحن بحمد الله قائمون على الصراط المستقيم الذي فيه قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الواردات فهي كالظلال تجيء وتذهب، ولا يعتبر بها في طريق الله تعالى إلا من نقص أو كان نقص في مقامه. أما الولي فحظه أن يكون خلقه القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل الجنيد عن الحكايات التي أوردها الشيخ السماني في الكرامات قال: هي جند من جنود الله يقوي بها الله قلوب من شاء من المريدين. قيل له في ذلك دليل؟ قال: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنحن محتاجين للتثبيت. إذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب بذلك، فمن دونه أولى، أو المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود غيره. مثل هذه الكرامات ومثل هذه المعجزات كما قال الشيخ السماني لا تأتي مصادفة ولا تأتي بدون اجتهاد. الكرامة هي دلالة أو منحة من الله يجريها على من يشاء من عباده أو من أحبه. ولذلك كثير ما نجد والدنا الشيخ رحمه الله في جميع قصائده ينادي بمرتكزات الطريق وأساسه: دفع الله يا غيمان دائر الحق والأمان، دفع الله يا قيمان دائر الصدق
والأمان، داير الحق والبرهان له ولكافة الأخوان. وفي كثير من التهليل يا أخويا والي الذكر أصدق دوامي إن كنت حر، قم لله قبل الفجر، أكل الحلال أطر القبر، كل هذه معاني وهذه هي سلوك آبائنا وأسلافنا ومشايخنا. وأكبر كرامة أن يكون الإنسان على استقامة. أذكر شيخ عبد الأمين أبقناية ومد الله في أيامه قال أكبر كرامة لوالدنا الشيخ دفع الله وصحبه منذ كان في المعهد تلميذ، كانوا تلاميذ. قال أنا صحبت الشيخ بعد ذاك فارقته، بعد 40 سنة اجتمعت به. قال نفس المنهج اللي كان عنده الشيخ يعني عليه الشيخ في زمن كان طالب هو المنهج الذي هو أراه بعد 40 عام، وقال هذه يعتبرها استقامة. استقامة هي أكبر كرامة. وكما قلت لا نحب أن يعني نشوش عليكم كلام الشيخ السماني فنقدم أبناء الشيخ في تهليل أو التوسل بالصالحين والأولياء أو ذكرهم تتنزل فيه الرحمات كما قال ابن عيينة. فليتفضلوا.